المسجد الأقصى أو بيت المقدس يمثل أهمية كبيرة جدا للمسلمين، حيث عندما نبني عملية انبعاث أي حضارة في العالم على مر التاريخ أو عملية نهضة لابد من عدة أشياء: وجود رمز مقدس، تمام، وجود شعار، وجود قوة تحمي هذا الرمز وهذا الشعار، حيث أن الدين هو المحرك الكبير لدى الشعوب. فعندما نمثل إلى رمزية بيت المقدس فهو يمثل رمزية لأكثر من مليار مسلم، للمسلمين في كافة أنحاء العالم، لقدسية هذا المكان، حيث يمثل جزء رئيسي من دينه. والعالم يؤمن بعملية الدين ووحدانية الله، والمسلمين يؤمنون بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فهنا هذا الرمز الديني أو هذا الرمز المقدس يخلق حالة من الوجدان لدى الشعوب الإسلامية بالارتباط بهذا المكان المقدس وهو بيت المقدس لعدة أسباب، حيث يمثل ركن أساسي في الدين هو أولى القبلتين وثالث الحرمين ومصر النبي صلى الله عليه وسلم، ما يمثل أهمية مقدسة لدى المسلمين. حين عندما نرى أن هناك أيضا بعض الدول أو المدن الإسلامية المحتلة من قبل الاحتلال مثل سبتة ومليلة المغربية المحتلة من قبل إسبانيا، ولكن لا تمثل رمزية وجدانية لدى كثير من المسلمين، ربما ترتبط بوجدانية أهل المغرب. وهناك أيضا طنب الصغرى وطنب الكبرى وجزر موسى الذي أخذتها إيران من الإمارات، وهناك أيضا الجولان. ولكن عندما أنظر إلى بيت المقدس لماذا يرتبط به المسلمين ارتباطا وجدانيا وعقائديا؟ لأنه يمثل جزء من معتقد المسلمين. فقضية بيت المقدس ليس مرتبطة بحماس أو فتح أو بالاختلافات فيما بينهم، إنما هي قضية نستطيع من خلالها توحيد الأمة من خلال رمز معين وهو بيت المقدس، وشعار معين شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله، التي يجتمع عليها سواء السنة أو الشيعة. وأيضا هذه القوة، هذا البيت هو تحت احتلال غاصب. من هذا الاحتلال نستطيع أن نعمل على تجميع ما يسمى تشكيل قضية عقائدية تستطيع من خلالها تحريك كافة المسلمين من كافة أنحاء العالم، لأنه يرتبطون ارتباطا وجدانيا وعقائديا بهذا المكان. ينقص هذه القضية فكرة القوة، وجعلناكم أمة واحدة. هل الأمة الآن في عملية عضد واحد أو هي في عملية ترابط وتناسق وتناغم فيما بينها حتى تنهض مرة أخرى ونعمل عملية انبعاث حضاري، حيث الآن كافة الظروف مهيئة: وجود مكان مقدس، وجود رمز ديني موجود، وجود محتل، أو هناك تحدي، حيث أن الحضارات تنشأ متى؟ عندما يوجد هناك تحدي، يخلق ما يسمى حالة الاستجابة. فهناك ينقص الآن العالم العربي والإسلامي حالة الاستجابة. فهنا نتطرق إلى قضية أخرى، أن حالة الشعوب العربية والإسلامية ينقصها حالة الوعي والإدراك. ربما نحن الآن في عملية أو في مرحلة بناء الوعي والإدراك لعملية انبعاث حضاري جديد، حيث أن الأمة هذه تمتلك ممرات استراتيجية مهمة، وأيضا تمتلك حالة ديموغرافية متنوعة، وحالة يعني طبيعية، جغرافيا طبيعية ممتازة، ليس فيما بينها فواصل طبيعية صعبة، إنما ما شاء الله كلها مع بعضها البعض في حالة اتصال، ولديها تاريخ واحد وعقيدة واحدة، ولديها عرق واحد ولسان واحد. فبالتالي كل مقومات النهوض متوفرة، ولكن ينقصها الوعي والإدراك. فربما هذه المحن التي نراها من عملية اغتصاب اليهود لبيت المقدس، عملية التمدد الشيعي في المنطقة، عملية التصريحات العنجهية من ترامب وحكومته، ربما هذه الأمور تخلق حالة من التحدي. من خلال هذه التحديات يخلق ما يسمى حالة الاستجابة. فمن هذه عملية الاستجابة ربما تتغير كثير من الأنظمة العربية من أنظمة ترتبط ارتباط وثيق بسلطوية الحكم وأيضا بأمنها وحمايتها من القوى الغربية المتمثلة بالولايات المتحدة الأمريكية. ربما هذه التحديات التي واجهت العالم العربي والإسلامي، وخصوصا وبالتحديد ما بعد ثورات الربيع العربي، نجد أن هذه العمليات قادرة على أن تخلق وتولد حالة من الاستجابة. ومفهوم الاستجابة هنا يعني الوعي والإدراك بأن هناك تحديات ربما
نمتلك الثروة ولكن لا نمتلك العقل الاستراتيجي، ربما نمتلك المكان الاستراتيجي ولكن لا نمتلك السياسة الواقعية التي تستخدم هذا المكان، ربما نستخدم مقدسات ولكنها ليست بأيدينا الآن، ربما ستكون في أيدينا. نمتلك شرق أوسط مشتعل بالفتن، سواء في السودان، سواء في سوريا، سواء في لبنان، حتى في حالة فوضى اقتصادية في دول محورية كبيرة مثل تركيا ومصر. كل هذه التحديات قادرة على أن تخلق حالة من الاستجابة لتشكيل مفهوم وعي الأمة والقضايا المحورية لدى الأمة، وخصوصا أن هناك رمز قادر على أن يجمعنا، وهو تدنيس الكيان الصهيوني وعنجهية ترامب اتجاه بيت مقدس يمثل شعيرة حقيقية لدى ملايين من المسلمين. أنا متفائل بما هو قادم. ربما بدأت الحضارة من الشرق ثم انتقلت إلى الغرب ثم انتقلت إلى الشرق على يد الحضارة الإسلامية، ثم الآن في الغرب. ربما أرى أنها في عملية أفول في الغرب وعملية شروق للشرق من جديد إن شاء الله، رغم هذه التحديات ورغم هذه الظروف، لأننا في حالة استجابة الآن، وحالة ما تسمى فعل الاستجابة الحقيقية لما يسمى فعل الانبعاث الحضاري إن شاء الله تعالى. ننتقل إلى محور آخر وهو فكرة المقاطعة. عندما تحدثت في المقطع السابق عن فكرة انبعاث أي حضارة أو وجود نهضة، هي وجود ترابط مجتمعي، وجود تاريخ مشترك، وجود رمز مقدس، ووجود رمزية حقيقية وقوة اقتصادية. ولكن عندما أنظر في الحالة الصهيونية وتكوين الدولة توفرت كل شيء، ولكن مفهوم القوة كان مختلف عند الكيان الصهيوني، حيث لا يمتلكون العدد الكبير مثل الديانة المسيحية أو الديانة الإسلامية. من أين استمدوا عملية قوتهم في المجتمعات الأوروبية تحديدا؟ عن طريق الاقتصاد، وتأثير الاقتصاد حتى على الحرب العالمية الأولى والثانية، وكيف استفادوا من فعلة المفاوضات من خلال عملية الاقتصاد في الضغط على بريطانيا وغيرها من الدول الأوروبية، سواء عن طريق علمائهم هيز وإزمان الذي اخترع الديناميت، أو عن طريق روتشيلد وهيرتزل الذين استطاع التأثير على المجتمع الأوروبي من خلال عملية الاضطهاد دينه، أيضا من خلال عملية الاقتصاد تحديدا. ومن عملية الاقتصاد بدأ يصدر وعد بولفور، وبدأ اليهود يتمددون، وإلى الآن أكثر عناصر في العالم لديها عملية اقتصادية أو شركات اقتصادية مؤثرة على اقتصاديات العالم هو الكيان الصهيوني. حتى هذا الكيان ربما رجال أعماله مرتبطين بمشروع رمزية كبيرة وشعار كبير، هو وطن أو الكيان من النيل للفرات، فبالتالي يمدون هذا الكيان الصهيوني بفكرة الأموال الطائلة. فبالتالي هذه الأموال هي عملية المتنفس الحقيقي لدولة الكيان الصهيوني. فعندما يقتنع المسلمين بفكرة المقاطعة الحقيقية الاقتصادية، وهذه المقاطعة أيضا يعني نريد منها أن تكون مرحلة إيجابية، بمعنى أن هناك فعلا منتجات حقيقية لا يستغني عنها كثير من بيوت المسلمين، وعملية الجودة وعملية قدرتها على أن تؤثر على المستهلك. نريد أيضا من رجال الأعمال المسلمين أن يشكلوا منتج بديل لهذه الأمور. لا نستطيع أن نقول لأحد اترك هذا المنتج ذات الجودة العالية والخامات العالية أو الاستخدام الجيد بدون أن نوفر له بديل، إذن المقاطعة ستفشل. إذن أول شيء هو ضرورة الإيمان بعملية القضية، وخصوصا من رجال الأعمال، بأن يكونوا اقتصاد بديل ومنتجات بديلة لإنجاح عملية المقاطعة. وأصبحت المقاطعة الآن مع حصار أهل غزة واجب على كل مسلم، لأنها حقيقة تؤثر على الكيان الصهيوني واقتصادياته وحتى قراراته، وخصوصا أن رجال الأعمال اليهود لهم كلمة حقيقية داخل كنيسة الإسرائيلي، ربما ليست في الواجهة إنما من تحت الطاولة، لأن هذه الأموال تدر حياة جديدة للكيان الصهيوني ومشاريع استيطان جديدة نستطيع أن نوقفها، ولكن بعدة شروط: أن نؤمن بالقضية، أن يكون لدينا رجال أعمال مخلصين مثل ما لدى الكيان الصهيوني من رجال أعمال مخلصين يمدونه بالمال ويعملون على الدعاية ويضغطون حتى على السياسات الأمريكية والأوروبية من خلال عملية الاقتصاد، حيث أن الاقتصاد الآن هو المحرك الرئيسي للعمليات السياسية. لذلك نسمي حتى الكيان الصهيوني في العملية السياسية بأنه شرط العالم من خلال الاقتصاد.
هل العالم الإسلامي يستطيع أن يكون لوبي اقتصادي حقيقي يكون بديل للوبي الصهيوني؟ فمن هذا اللوبي الاقتصادي وعملية الوعي الاقتصادي يستطيع أيضا أن يؤثر على اقتصاديات العالم، وخصوصا القرار الأوروبي أو قرار الأمريكي. عندما ننظر حتى إلى فكرة المال الاقتصادي في أمريكا أو اللوب الصهيوني في أمريكا والمسلمين في أمريكا، نجد أن فكرة زكاة المسلمين عند جمعية كير الإسلامية تتخطى $1,000,000، في حين أن الكيان الصهيوني لديه ما يجاوز $250 مليون من التبرعات اليهودية أو الاقتصادية داخل الكيان. ولكن هناك فرق في الاستخدام. هل يستخدم المسلمين في أمريكا هذا المال من أجل القضية والضغط على السياسيين وشراء الإعلاميين أو بناء قنوات أو اتصال مع السيناتورات الأمريكية لإيصال القضية والضغط على القرار السياسي الأمريكي؟ لا، إنما الكيان الصهيوني يعمل على ذلك بشراء بعض الزمم وشراء الإعلاميين، بل شراء عملية أصوات للتأثير على الانتخابات الأمريكية. فهنا فرق وضوح الهدف الاستراتيجي. فلدى الكيان ورجال أعماله ورجاله السياسيين ولوبه قضية يؤمنون بها حتى ولو خطأ، ولكن لدينا أموال طائلة في عالمنا العربي والإسلامي وجمعياته ومنظماته، ولكن لا تستغل. لماذا؟ لغياب الهدف الاستراتيجي وغياب وضوح الفكرة، ماذا نريد وماذا نحن. فمكون الحضارة يتكون أن الإنسان يعرف من هو ومن الآخر وكيف يسوق نفسه للآخر. هل المسلمين لديهم هذه العقلية؟ هل يعرفون قيمة أنفسهم وقيمة الاقتصادات التي يملكونها وقيمة الممرات الاستراتيجية وقيمة الثروات من بترول وغاز وبوكسايت ومعادن موجودة على أراضي كافة الدول العالم الإسلامي، وأيضا لديها عامل بشري قوي، ولكن تريد حكومات وطنية تحركها في اتجاه صحيح لتنزع كرامتها، لأن القوة هي من تخلق الحق وتحميه. فهناك القوى الاقتصادية والسياسية والثقافية. أمريكا تمتلك السياسية والثقافية والاقتصادية للأسف الشديد الآن في يد الكيان الصهيوني. نريد أن عالمنا العربي والإسلامي أن يدرك مدى أهمية القوة الاقتصادية، حتى تكون في داخل نفس كل مسلم أنه يستطيع أن يؤثر بترقه، حتى ولو زجاجة بيبسي يستطيع أن يؤثر على الكيان، وحتى يستطيع أن يؤثر على القرارات الدولية، لأن الاقتصاد الآن هو المحرك الرئيسي للعملية السياسية. ونرى ذلك في الكيان أو اللوبي الصهيوني، حتى في المبعوث الأمريكي عندما حتى صرح تصريح قال أن وفد حماس ودودون وطيبون، ثاني يوم غير كلامه لقوة اللوبي الصهيوني الذي يمتلك اقتصاديات الولايات المتحدة الأمريكية، وزم في حماس وقال ودعا للكيان الصهيوني، مما نرى تأثير الكيان أو اللوبي الصهيوني على الولايات المتحدة الأمريكية وبيتها الأبيض. يستمد ذلك من ترابطه وقوة اقتصاده وتأثيره على الولايات المتحدة الأمريكية. فيستطيع العرب فعل ذلك والمسلمين بتكوين لوبيات اقتصادية وسياسية وثقافية.